مساء الخير سيداتي آنساتي سادتي، عاملين ايه؟ ده ميعادنا مع حلقة جديدة من برنامجنا أي حاجة في الحب. طبعا منورني كالعادة نظرا لضيق البادجت وضيق الوقت وضيق الخلق وضيق النفس الخبير البهنساوي. منورانا والله. اهلا وسهلا. طبعا احنا بننتهز الفرصة السعيدة لأن ده موسم الحب إن احنا نعمل حلقة جديدة من برنامجنا، وبنعتذر عن التأخير لأن الخبير البهنساوي كان يعاني من بعض التقلصات القولونية وكان يعاني من علو في الكوليسترول، واكتشفنا مؤخرا أن لديها بعض الأنيميا، ولكن الله سلم والحمد لله. الحمد لله على السلامة يا خبير. شكرا على المقدمه العجوز. تحسي ان الحلقه محتاجه يعني حاجه لايك مور لايك محاليل او حبوب دواء يعني، والله حاجه. والله الحمد لله على السلامه يا خبير. النهارده حلقتنا جميله جدا شيقه بعنوان الفلوس في الحب. ماشي ماشي، انا جايبك تأمني على كلامي. طبعا الفلوس في الحب طبعا ده موضوع شيق ومهم جدا لكلا الطرفان، العريس والعروسه وام العريس وام العروسه، حيث هنالك مخالفات عديده بتحصل في اثناء الزواج. ده في جوازات بتبوظ على فاهمه سكاده ونجفه او اباجور، يعني مثلا تخيلي مدى المهم احنا النهارده هنتكلم على الفلوس في الحب، وبنسأل الضيف بتاعنا الوحيد اللي هو ما بيجيش غيره. وخلي بال حضرتك ان احنا بنغير مكاننا في الصالة عشان ننوع، لان طبعا الضيف ثابت وسعر الشحن ثابت اينما. ال 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 الاول سؤال النهارده بنسأله في الحلقة بتاعتنا: هل الحب محتاج فلوس ام الفلوس محتاجة حب؟ ايه ممكن السؤال ممكن نقسم السؤال؟ ما حضرتك انا فهمت حضرتك برضو. لا خلاص، فلنقسم السؤال الى نصفين. النصف الاول: هل الحب يحتاج الى فلوس؟ ولما؟ عشان الفلوس برضو مهمه في الحب، يعني بعد ما بيعدي عليهم فتره كده في الجواز او كده محتاجين بقى الفلوس نسدد بقى بيها الاقساط والديون والمصايب. هل ده بيدل على ذكاء او غباء الطرفان؟ لان مثلا هم مش فاهمين يعني مثلا ان الفلوس مهمه من اول العلاقه، ولا ده ايه؟ ولا بيكتشفوا ازاي؟ لا هم بيبقوا فاهمين بقى في اول العلاقه ان احنا بقى نروح للبقال نقول له عايزين بالحب حلاوه وعايزين بقى بقلاوه وكده. وطبعا ده مش بيبقى موجود في الاول عشان الناس بقى بتبقى صغنططه وبيكبروا مع بعض بقى، يحطوا الطوبه على الطوبه والقرش على القرش وكده، لان يكبروا مع بعض. ففي الاول مش بيبقى فيه بقى زي ما ايه. طيب هل ننتقل الى الجزء الثاني للسؤال: هل الفلوس محتاجه حب؟ ايه احنا ما دام سالنا السؤال الاولاني لازم نسال السؤال: هل الفلوس محتاجه حب؟ يعني ما هي الفلوس مش بتحتاج حاجه خالص يا خبير. ركز معايا، ده رأي بهنساوي. الفلوس ما هو مفيش غيرك. الفلوس مش هتحتاج حاجه، الفلوس هي الفلوس. هتحتاج ليه؟ هتحتاج مثلا حب نصرفه بقى عليها. نعم. نعم. ايوه ماشي. يبقى انا معايا فلوس اروح احب بقى ولا ايه؟ مش ايوه. هل ده فعلا؟ طب امتى الشاب بيكون مثلا او الشابه تستعد للحب؟ لما بيتوفر معاها الفلوس؟ لا، انها ممكن تحب في اي وقت عادي، وهي كحيان عادي. لكن يعني عادي. طب ولو مثلا جه عليها مثلا موسم مثلا عيد عمال او عيد تحرير سيناء او كده، وحبت ان هي تهادي الطرف الاخر، بتتصرف ازاي هي في الطريق؟ بقى الجمعيه بقى تستلف بقى من صاحبتها جارتها وبعدين تسلم لها على سنه بقى. نعم. او مش لازم تجيب يعني عادي. لا فعلا مش ليس بالضروري ان تجلب هديه فعلا طيب بالنسبه لحضرتك ذكرتي لان ايه مش لازم الفلوس في الاول وممكن نحط طوبه على طوبه. حضرتك ذكرتي الموضوع ده صح؟ طيب بالنسبه للطوبه، هم هيشتروا الطوبه منين وهم لا يمتلكوا النقود؟ سؤال حلو. شفت انا زنقتك زنقه بقى. الطوبه تعني هنا مش كويسه. والله مش كويسه. الطوبه هنا حضرتك برضو تعني هزنقك، تعني الجنيه. يعني ممكن نحط الجنيه، انت معاكي قرش انا معايا قرش، نحطهم على بعض نعمل بقى الجنيه اللي هو الطوبه. يعني معنى الإجابة إن ليس هنالك داعي لأن يكون في كثير من الفلوس.
يعني فنكتفي باللي ربنا كتبه اه وقسمه علينا، وبعدين نبني ما هو ده اللي هيخلينا مستقبلنا. يبقى معانا بقى فلوس، ان احنا نرضى بقى بالمقسوم بتاعنا اللي مم. هو القرش والقرش والجنيه، مهم. ونقعد بقى كده نرضى 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 لحد ما يبقى فيه صح، عادي. قرش وقرش لحد ما يطلع امين شرطه يجري ورانا ويركبنا البوكسين، احنا معانا قرشين، ما ده طبيعي. اه لا يا ايوه لهوي عليك، انا اصلا كنت هقول لك ايه علاقه القرش بالموضوع لا يا قرش ابني. خلاص مسكنا، دي قضيه خلاص طيب يعني. كل سنه وانت طيبه. طبعا والله انا يعني الحلقه انتهت بسرعه جميله الحمد لله، وكان منورني هنا الخبير البهنساوي الجميل، وكانت حلقه جميله. متشكرين يا خبير، ربنا يبارك لك. شكرا. إلى هنا سيداتي أنساتي سادتي تنتهي هذه الحلقة. نلتقي إن شاء الله في حلقة بقى الخبير. في إيه ده، ميعاد الدواء ولا إيه؟ خلي مش بالك لاقي هنا مكان لايدي بقى، الخبير خلي بما بالك. إنه هو ماسك الإنتاج في جميع الحلقات، فاليومين دول هنالك تقصير من الخبير بحيث أنها تهتم بمرضها حتى وتهتم. الرينج لايت زعل. الإضاءة قفلت لأن طبعا الخبير كلامك مش راضيه. الإضاءة قفلت لأن حزنا على الخبير، لأن الخبير اليومين دول هي مركزة مع شوربة الخضار، إنها تشرب شوربة خضار كثيرا لكي تعالج القولون وكي تهدئ من روع الكوليسترول، ويوجد إهمال كثيرا في وجبات باقي طاقم أفراد الأسرة. يا ابني ما انا لازم انا اعيش عشان انا عايش عشان انتوا تعيش. بتغلي شمر بعيد عنكم، دي وصفة أتت بها من على جوجل كي تستعيد رونقها وصحتها على حسب حرم يحب ولا يحب. كله تمام. شكرا. السلام عليكم خبير. السلام عليكم. السلام عليكم.